فيديو جميل جميل جميل، فيديو من اجمل الفيديوهات اللي ممكن تشوفيها. فيديو هيفيدك جدا جدا جدا، فيديو روعة. هنقول كل التفاصيل بتاع العزايم والحاجات اللي لازم تعمليها قبل ما تبدأ اي عزومة. عزومة تشرف، عزومة تعجب كل الحبايب، عزومة تعجب كل الناس اللي هيخشوا بيتك، عزومة لما يخرجوا من البيت يحلفوا بحياتك، يحلفوا بان هم شافوا عندك النظافة والطعم والجمال والحاجات الحلوة كلها، يحلفوا ان مفيش حاجة ناقصة في الاكل، يحلفوا ان كل تفصيلة معاكي موجودة ما انتيش ناسياها، يعني بالمعنى انك مهتمية بيهم، وان انتي يهمك جدا وجودهم، ويهمك جدا تعليقهم على حاجتك وعلى طعم اكلك وعلى كل حاجة انت بتعمليها، وان انت فعلا تعبتي في الحاجة اللي انت عملتيها دي، فعشان كده كانت احلى طعم بالنسبة لهم. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله بإذن الله عاوزة الفيديو دوت يملى 1000 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ورب يجعلها في ميزان حسناتكم كلنا وأنا معاكم يا رب. طبعا أول ما هنقوم الصبح بقى مش هنخش على طول في سكة الأكل والشرب والعزومة والكلام ده، لا طبعا احنا هنقوم اللي وراها مثلا اللي هتتوضى وتصلي، اللي وراها تشوف هتأكلها، هتشوف هتفطر ولادها وهتفطر، وبعد كده نعمل فنجان القهوة التمام عشان نصحصح كده لكل حاجة هنعملها، عشان ما فيش حاجة تعدينا، ولا شوية ملح زيادة ولا شوية ملح قليلين، ولا نحط ملح مرتين في الأكل، ولا ننسى أكل من غير ملح، ولا نحط الحلة من غير ما نولع عليها، ولا نحط الحلة ونسيبها لما تنحرق. فلازم ان احنا نصحصح كده، نفطر الأول وبعد كده نعمل فنجان القهوة عشان نفوق، وبعد كده نبدأ بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. فأول حاجة نعملها هو المكان اللي هيقعد فيه الضيوف، المكان اللي هيقعد فيه الضيوف أهم من الأكل نفسه. المكان لازم يترتب ويتنضف ويتمسح وتبقى ريحته حلوة. ريحته حلوه دلوقتي قبل ما تعملي اكل، طبعا ريحته حلوه قبل ما اعمل اكل، ونلمع الشاشه زي ما حضراتكم ما شايفين. طب ريحته حلوه، طب وبعد ما تعملي الاكل نبقى نحط تاني، لان الريحه الحلوه وانت بتعملي الاكل هتساعدك انت ان انت تبدعي في الاكل، ان انت تبقي بتعملي الاكل بحب، ان كل حاجه تبقى تطلع من تحت ايديكي حلوه وزي الفل ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد. تاني حاجة هنعملها ان احنا نملى المية ونجهزها ونحط فيها التلج. تالت حاجة هنعملها ان احنا نغسل الحمام ونغسل حوض الحمام، ونحط صابونة كويسة او شاور جل او اي حاجة ان كانت بتستعملوها على الحوض، ونغير الفوطة اللي في الحمام عشان بعد المعازيم ما يقوموا من على الاكل. فطبعا في ناس كتير منهم بتخش الحمام، ان شاء الله حتى نفر واحد فيبقى الحمام زي الفل. طيب بالنسبة للفاكهة، الفاكهة هنعملها قبل ما نبدأ في الأكل، لأن لو بدأت في الأكل ممكن تنسي الفاكهة، ممكن تنسي تعملي العصير، ممكن تكسلي ان انت تعملي حاجة وتركنيها. لا، نبدأ ان احنا نجيب احنا جبنا ساقع، جبنا يعني منتجات اللي هي الساقعة دي، وحطيناها في التلاجة انها تسقع، وجبت الفاكهة حطيتها في مية وغسلتها كويس ولمعتها، وبدأت ان انا احطها واركنها في المكان اللي هيقعد فيه الضيوف. وزي ما حضراتكم شفتوا برضو الكل انا حطيت فيه تلج ووضبته وركنته على جنب، طبعا طول ما هو مقفول ان شاء الله باذن الله الميه هتنيها ساقعه وزي الفل. كده اطمنت على المكان بره، وهنرجع نحط ريحه تاني بعد ما نخلص طبعا، عشان الريحه من الحاجات الاساسيه في اي مكان وفي اي بيت دلوقتي. ونبدا بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وندخل على طول في المليان، نعمل لايك ونعمل اشتراك ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في الكومنتات. نفسي يا جماعه نجمع 1000 صلاه على النبي، يا رب يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم يا رب. 1000 صلاه على النبي ارجوكم، 1000 صلاه على النبي. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا دخلنا على البوتاجاز، ما بنعملش طبعا عين واحدة، بنشغل كذا عين ونبدأ ان احنا نخش بحاجات ثم حاجات. طيب الحلقة اللي على جنب دي فيها المرق، حطيت فيها بطاطسايه، حطيت فيها بصلايه، حطيت فيها صلصه، حطيت فيها جزر، حطيت فيها قرنفل، حطيت فيها حبهان، حطيت فيها ملح، حطيت فيها كزبره ناشفه، حطيت فيها فلفل اسمر، وسبتها لما غليت، وبدات انا اسقط فيها الفراخ، وفيها فيها ليمون بس هو ما جاش في التصوير. تمام.
اما بالنسبه لليمادي حطينا البصل، حطينا ماده دهنيه الاول، وبعدين حطينا البصل وشوحناه كويس، وبعدين نزلنا عليها بالصلصه زي ما حضراتكم ما شايفين. وبعد الصلصه ما اتسبكت كويس نزلنا عليها بالطماطم. بعد الصلصه ما اتسبكت كويس نزلنا عليها بالرز زي ما حضراتكم ما شايفين، ونبدا اننا نشوح الرز. تشويحه الرز دي بتدي فلفله جامده قوي 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 يا جماعه في طعم المحشي، حاجه خطيره وحاجه تحفه، بتحافظ عليه وعلى فلفلته، حاجه ما فيش بعد كده. اللي هناك ده كان لبن مجمد، وغليته معاكم في اول وانا بتكلم، غليته وركنته على جنب اللي هو ورا هناك ده، عشان هنحتاجه دلوقتي في صواني هنعملها مع بعض، فهنحتاج فيها اللبن. فخرجته غليته وسبته ان هو يهدى كده على جنب. اما بالنسبه للحله اللي ورا ديت فاللي هي متغطيه ديت، فديت هنعمل فيها الكرنب. طب مغطياها ليه؟ انا مغطياها عشان بس تغلي بسرعه عشان الانبوبه وكده يعني. وبالنسبه للحله اللي قدام دي بصل مبشور كويس، وحطيت عليه تقريبا كيلو لحمه مفرومه، وحطيت عليه توم مهروس زي ما حضراتكم ما شفتوا، ونبدا ان احنا نشوح فيها عشان نعصج اللحمه. وطبعا نتبلها بالتوابل اللي حضراتكم عارفينها، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، انا بحط اللهم صل على سيدنا محمد، بحط جنزبيل وبحط قرفه عليها. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا بنملحها بس مش في الاول، يعني بنملحها بعد ما تكوني خلاص بقى قربت ان انتي تطفي عنها. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا جمال المرقه، بصوا طعمتها، بصوا الصوص بتاع المرقه جميل ازاي وخطير ازاي، اضمني ما شاء الله الله اكبر ما دام المرقه مظبوطه الاكل كله هيطلع من تحت ايدك زي الفل. وطبعا انتي من بين ايديكي بيطلع حاجات زي الفل. وطبعا برضو ايديكي مش هتنسى انها تنزل تحت الفيديو وتعمل اشتراك وتعمل لايك، وبشكركم من دلوقتي مقدما على الاشتراك واللايك اللي هتعملوه وعلى الكومنت الحلو اللي هتعملوه، لان الفيديو ده انا نزلته مرتين. نزل مره كان فيه عطل فني تقريبا او فيه عطل في التليفون مش عارفه، المهم ان كان فيه عطل. اللهم صل على سيدنا محمد. فانا لما جيت ابص عليه او حد لفت نظري ليه فجيت ابص عليه، وفعلا الفيديو يعتبر بنعرض كصور مش كفيديو، فبدات ان انا اعمل الفيديو تاني من اول وجديد. فيعني قدروا تعبي، ونعمل اشتراك ونعمل لايك ونعمل كومنت حلو بعد اذنكم، فضلا وليس امرا طبعا يعني. هنا بقى بدأنا نعمل، ركننا اللحمة على جنب وبدأنا ان احنا نعمل البشاميل. والمية اللي ورا دي مية المكرونة، مية بملح وزيت. البشاميل حطينا كمية من السمنة، وبعد كده نزلنا بالدقيق حوالي ربع كيلو دقيق، وبدأنا ان احنا نشوحه. وبعد ما شوحه بدأت ان انا انزل باللبن زي ما حضراتكم ما شايفين. ننزل شوية ونقلب، وننزل شوية ونقلب، وننزل شوية ونقلب لحد ما يوصل معانا للقوام المطلوب اللي حضراتكم كلكم بتعملوه بيه. حاجة ان شاء الله ما شاء الله تفرحكم وتشرفكم، وحاجة كده مفيش بعد كده بصراحة، حاجة في قمة الجمال والطعم والحلاوة والريحة. لو كنتوا بقى موجودين دلوقتي وشميتوا الروايح دي كلها مع بعضها كده ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم بارك. ما شاء الله الله اكبر، حاجه كده زي الفل. طبعا انا عارفه ان انتوا الله اكبر، يعني الله اكبر عليكم ما شاء الله، مية مية، والحاجات دي بالنسبه لكم ولا حاجه. بس انا عارفه برضو ان انتوا هتدعموا الفيديو وهترفعوه ان شاء الله، انا طمعانه في كرمكم وفي كرم اخلاقكم. بعد ما خلصنا البشاميل بدات ان انا اتبله واملحه. حطيت له كزبره ناشفه، وحطيت له سنه صغيره من الفلفل الاسمر بس مع الملح. الميه هنا بدات تغلي، وبدات انزل عليها بالمكرونه زي ما حضراتكم ما شايفين كده بالظبط. هنوصل المكرونه لحد ما يكون فيها تكه كده، يعني تاكليها تقطم برضو، مش انها مستويه سوا كامل لان لسه هتخش الفرن. ونقلبها طبعا كويس كده علشان ما تنهريش وما يجرالهاش حاجه وما تلزقش مثلا في الحل. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. كنت اقترحت عليكم اقتراح ان لو حضراتكم عاوزين نناقش حكاوي او مشاكل اثناء الفيديو ما شغال وناخد رأي بعض، وطبعا في التعليقات ناخد رأي بعض ونقترح على بعض حاجات كويسة، يعني نتحاور مع بعض ونشوف المشاكل ونبدأ نحولها انا انتوا جيران كده. نعمل كده. فياريت تردوا عليا برضو في الكومنتات لو عاوزين كده انزل لكم الرقم ونبدأ ان احنا نتواصل مع بعض. طبعا دي صينيه المكرونه، دهنا الاول الصينيه بالسمنه، وبعد كده نزلنا بالنص المكرونه الاولاني، وبعد كده نزلنا باللحمه المتعصجه، وبعد كده نزلنا بالنص المكرونه التاني. طيب هنا بقى المفروض ان انت تحطيها شويه
في الفرن. لو انت عاوزه بشاميل جامد تحطها شويه في الفرن البشاميل يتشمع، بعدين تخرجيها تحطي فيها الجبنه. لا انا حطيت عليها الجبنه لان انا عاوزه البشاميل اللي هو ليه صوص ده، البشاميل اللي هو بيبقى عامل زي الكريم شانتيه دوت، عارفين حضراتكم طبعا اقصد ايه. وحطيت عليها الجبنه ودخلتها الفرن. هنا بقى طبعا الجلاش زي ما حضراتكم شايفين دوت، الجلاش باللحمه برضو المفرومه. مرضتش اعمل فراخ في حاجه النهارده غير الفراخ اللي هي طبعا شفتوها مع حضراتكم، شفتوها حضراتكم معايا في اول الفيديو، عشان ما يبقاش كله فراخ، فيعني يبقى في تشكيل برضو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. وبدأنا ان احنا نحط رقاق ونحط المادة الدهنية اللي معانا، ونحط رقاق ونحط المادة الدهنية اللي معانا، عشان طبعا يطلع مورق ويطلع زي الفل ويطلع يعجب حضراتكم ويعجب الضيوف اللي هيجوا لحضراتكم. وبدأنا ان احنا نحط اللحمة المفرومة ونرجع تاني نعمل نفس الموضوع، نحط رقاق ونحط سمنة او زيت او زبدة ونحط رقاق ونرجع نحط تاني. طبعا ما تقولوش هنا ده الصينيه شكلها وحش، لا 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 لا، كله هيختلف دلوقتي لما تتزاد باللبن، كل حاجه هتتظبط وهتبقى زي الفل. هنا بنبدا ان احنا نقطعها مكعبات او مربعات، ونبدا ان احنا نزيدها ببقيه اللبن اللي معانا. يبقى احنا خدنا اللبن للبشاميل وخدنا اللبن للجلاش. طيب هنا بقى مرحله البيض. البيض ده عليه فلفل اسمر وعليه سنه ملح، ماشي تمام. بس انا مش بحب الحته دي، انا بحط البيض مع اللبن وبضربهم مع بعض واحطهم مع بعض على الجلاش، بس انا نسيت احط البيض مع اللبن، فده اللي خلاني حطيت البيض بعد اللبن. وطبعا دخلنا صينيه الجلاش كمان الفرن. طبعا هوريكم النتيجه في اخر الفيديو، طبعا اصبروا للاخر كده وان شاء الله باذن الله هوريكم النتيجه تشرف زي الفل. هنا الفراخ كانت صفت خالص من المرقه لاني بحطها فطلعها في مصفى زي ما حضراتكم ما شفتوا في الفيديو. وهنا دول معلقتين صلصه من اللي هي العلب او اي نوع صلصه عند حضرتك، عليهم فلفل اسمر، عليهم جوز الطيب، عليهم سنه شطه لو حضرتك عاوزه، مش عاوزه ما تحطيش، عليهم سنه ملح صغيره، عليهم سمنه سايحه. ونبدا ان احنا ندهن كده زي ما حضراتكم شايفين. الصينيه نفسها مدهونه على فكره، برضو صينيه من تحت وهي فاضيه مدهونه، والصلصه اللي اتحطت على الفراخ من فوق برضو مدهونه. وادي النتيجه اللي عملناها مع حضراتكم النهارده. عملنا كرنب، محشي كرنب، عملنا مكرونه بشاميل، عملنا جلاش باللحمه المفرومه، عملنا ملوخيه. هي فين الملوخيه؟ تصدقوا نسيت احط القط بتاع الملوخيه، وحتى بتاع لف ورق الكرنب انا كنت مصوره بتاع ورق الكرنب راخر. يا ترى هو التليفون فصل ولا ايه اللي حصل؟ ممكن يكون التليفون كان فاصل وانا بصور. نعوضها ان شاء الله في فيديو جديد. ودي الفراخ، نتيجة الفراخ اللي معانا هي زي ما حضراتكم شايفين، نتيجة تبهر، نتيجة تشرف، نتيجة زي الفل. بس اهم حاجة التكنيك اللي بتعمليه في الاول للعزومة، وهو المكان بتاع العزومة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.